السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. معاكم دكتور أحمد عبد الوهاب. هنتكلم النهاردة عن topic sensitive شوية، لكن مع انه ممكن يبقى topic الناس بتضايق لما نتكلم فيه او كده، الا ان هو فيه جانب حلو actually، وجانب مشرق هنتكلم فيه ان شاء الله. وهو اعمل ايه لو ابني لم يوفق في الثانوية العامة، لو ابني for whatever reason دخل تالتة ثانوي وما قدرش ان هو يعديها عشان يخش جامعة. ايه الحل ان احنا ننصح بيه في الحالة دي؟ عكس دي نصيحة ممكن اكشلي ناس تستغربها، لكن انصح جدا ان احنا نحول للدبلومة الامريكية. فناس هتستغرب جدا، ايه ده يعني ازاي؟ يعني هو احنا لسه قايلين من فيديو تقريبا انه ما ننصحش مثلا الناس اللي في عربي انها تحول دبلومة امريكية. فازاي تقولي احنا عايزين نحول الولد كله سيستم الامريكان دبلومة؟ الحقيقة دي حاجة انا كنت مستغربها شوية، لكن شفناها مع بعض الطلبة ونجحت. يعني بعض الطلبة جت لنا وهي بالفعل كانت يعني لم توفق في تالتة ثانوي، امتحنت ولم توفق انها تخش جامعة، فجو اكشلي حولوا على النظام الامريكان واشتغلوا فيه وعرفوا يخشوا كليات. للأمانة كل اللي اعرفهم دخلوا كليات خاصة كويسة. ايه ده ازاي؟ والله الكلام ده عشان زي ما كنا قلنا برضو في فيديو فات، هحاول احطه في اللينك ان شاء الله يعني في الكومنتس، وهو انه الامريكان دبلومة احسن نظام فعلا لدخول الكليات الخاصة. لان زي ما اتفقنا قبل كده، انت بتبقى بالفعل مجرد انك اتسجلت في مدرسة في النظام الامريكي، فحضرتك بقى معاك 40% اللي هي جي بي اي او درجات المدرسة جاهزة، وكأن معاك 40%، ودي الستارتنج بوينت او نقطة البداية بتاعتك. حضرتك مش بتضطر مثلا لو كلية let's say الخاص بتاعها بيقبل من 70% مثلا، حضرتك لو في ثانوية عامة بتضطر تجيب من أول 0% تطلع 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 لحد 70%. في الأمريكان دبلومة بقى أنت مش بتبدأ من تحت هنا، لأ حضرتك بتبدأ في النص. يعني حضرتك تبدأ من 40% وتطلع لحد 70%. فعشان كده ده بصراحة من الحلول اللي أنا بقترحها جدا، نحاول ان احنا نحول للدبلومة الامريكية. طبعا في تحضيرات او preparations معينة ممكن نتكلم عليها بعدين باذن الله، لكن في العموم ده حل بقترحه جدا 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 للناس اللي لم توافق في ثانوية عامة. هجرب فعلا انك انت تحول، وان شاء الله يعني هتشد حيلك شوية في السنة دي، وربنا باذن الله هيكرمك بجامعة جميلة ان شاء الله. فده كده يعني in short او in summary يعني. و I hope يعني ان اكون فدتكم. لو اي حد حابب يسأل اي حاجة زي ما اتفقنا قبل كده، انا بسيب رقم الواتساب بتاعي في الكومنتس، ممكن حضرتك تبعت لي على الواتساب. لو حابب حتى ان احنا نتكلم مثلا او كده، انا بحب الصراحة ان انا يعني ارد على استفسارات الناس وكده، فممكن تبعت لي على الواتساب ان انا عايز اكلم حضرتك على التليفون او يعني انا بقول حضرتك لاي حد، فمش قصدي والله حضرتك عايز اكلمك عايز اكلمك على التليفون. و هبقى احدد لك مثلا في اليوم ده ميعاد انا عارف اني فاضي فيه ان شاء الله نتكلم فيه باذن الله. ده كده in short. يا رب تكونوا استفدتوا. انا I'll see you next time ان شاء الله. السلام عليكم.